السلام عليكم الاصدقاء ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. بدون اطاله وكالعاده يلا نبداو. اذا تحدث الناخب الوطني وليد الركراكي بخصوص المجهودات اللي كتقوم بها المملكه المغربيه لتطوير كره القدم، مؤكدا ان المغرب حاليا هو من يمثل القاره الافريقيه. وقال الركراكي في تصريحات تلفزيونيه على هامش حضوره لحفل تسليم جائزه الاتحاد الافريقي لكره القدم للتمييز الرياضي بكيغالي: نحن جد سعداء بتتويج ملكنا نصره الله بهذه الجائزة لأنه كيستحق نظرا لرؤيته سواء في المغرب وإفريقيا، وخصوصا بتواجد أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي كانت خطوة ناجحة. وأضاف قائلا: أمر جيد أن إفريقيا تقدم للملك محمد السادس هذه الجائزة اعترافا للمجهودات اللي كيقدمها لكرة القدم في القارة. وتابع قائلا: عندما قدمنا إلى هنا وجدنا الجميع يحترم المغرب، وهذا راجع لرؤية صاحب الجلالة. وبخصوص تنظيم كأس العالم 2023 فهي نقطة جد إيجابية بالنسبة لنا ولي أنا كمغربي وكمدرب، علما أن المغرب حاليا هو من يمثل القارة الإفريقية. قال المصري هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم أن خطاب الملك محمد السادس ملك المغرب على هامش نيله جائزة التمييز الرياضي في كيغالي كان رائعا ومس قلوب الناس. وتابع في تصريح لقناة الرياضية: كانت رسالة الملك واضحة لكل الأفارقة، المغرب قدم الكثير خلال السنوات الماضية للكرتين الإفريقية والعربية، والتكريم كان أقل ما يمكن تقديمه للملك محمد السادس. وحول ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم في ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال، قال: المغرب سبق وأن ترشح في عدة مرات، لقد كانت مفاجأة بالنسبة لي، ولكن هناك أمر جديد بحضور بلدين أوروبيين مع دولة من القارة الإفريقية، وأتمنى التوفيق للمغرب. اختتم حديثه قائلا: دولتان من قارتين مختلفتين، خطوة جديدة، حضور إسبانيا والبرتغال كدولتين متقدمتين، هذا سيزيد من حظوظ المغرب والملف ككل. وأعلن المغرب رسميا عن انضمامه لملف إسبانيا والبرتغال لاحتضان نسخة مونديال 2030. المهم الاصدقاء، كنتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر ديال الجرس باش توصلوا بكل جديد. تلاقوا في فيديو محسن، الى اللقاء.